نعم. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ولا يناظرون للناس، والله كل الناس على هذا، ما نبصر أنا الحالي، خليك لحالك، إذا صرت على حق ما يضرك هذا، عز لك. ولا والله أنا بعيش مع الناس، ولا أنا برايح أنازع الناس. اصلح في نفسك ولو فسد الناس. عليكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم. ولأحمد رحمه الله في حديث سعد بن مالك رضي الله عنه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. الغرباء متى؟ إذا فسد الناس. شوف الناس كلهم ما هم الكفار، الكفار معروفين، لكن فسد المسلمون، فسدوا، دخلهم ما دخلهم من الأفكار والآراء والأهواء والفرق والمناهج والجماعات المختلفة. أن تلزم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أصبحت غريبا بينهم اصبر على الغربة، اصبر على الغربة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم رفقاؤك في هذا الطريق. لا تستوحش، معك الرسول ومعك الصحابة وأتباعهم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كيف توحشوا ذولا معك؟ لا تستوحشوا ذولا معك في الطريق. حسن أولئك رفيقا، يرافقونك على هذا الطريق. أي كونك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم، أو كونك مع فلان وعلان من أهل الضلال، ولو كانوا يدعون الإسلام وهم على ضلال لا تذهب معهم، خليك مع الطريق الصحيح واصبر عليه، اثبت عليه حتى تصل إلى الجنة. نعم. قد مر معنا قريبا قول مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تركها غرق، من ركبها نجا ولو كان واحدا. وهذا يفيد الإنسان أن لا يغتر بكثرة الهالكين، ولا يستوحش أيضا من قلة السالكين. بعض الناس إذا عرف السنة وفهمها اقتنع بها وقامت عنده دلائلها وبراهينها الصحيحة الثابتة، ثم ذهب إلى أهله ووطنه، وجد نفسه وحيدا في هذه السنة ومن حوله على خلافها، يستوحش. وربما ترك بعضهم السنة بسبب الاستيحاش، وتجده لا يراقب الله وإنما يراقب الناس ماذا قالوا عنه وأي شيء يقولون عنه، فتجده مع شدة مراقبته للناس يترك السنة ومقتنع بها. وربما يكون أمره أشد من أولئك الذين جهلوها، عرفها واقتنع بها وقامت دلائلها عنده، ولكنه يدعها ولا يستمسك بها التفاتا إلى حال أكثر الناس الذين هم على خلافها وعلى نقيضها. وربما بعضهم أيضا من هذا القبيل يشاركهم في اجتماعاتهم المحدثة الباطلة ويمارسها معهم عن غير قناعة، ولكن حتى لا يقال، يشاركهم من باب حتى لا يقال، وحتى لا يكون وحيدا فريدا، وحتى لا ينتقد إلى آخره. فالأمر يحتاج من الإنسان إذا عرف الحق أن يلزمه وأن يستعين بالله تبارك وتعالى، حتى لو وجد نفسه في وطنه وبين أهله غريبا ليس أحد على شيء مما هو عليه، يصبر ويعتصم بالله ويسأل الله تبارك وتعالى العون والثبات والهداية والسداد، وأن يهديه وأن يهدي به وأن يهدي له وأن يسر الهدى له. يسأل الله تبارك وتعالى ذلك ويلح عليه
إلى أن يتوفاه الله عز وجل وهو على هذه الحال.